10 تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يجري الجزء الثاني من المقابلة مع وسائل الإعلام. تنظيم دورة التغذية العلاجية ل 140 معلما من وكلاء الصحة الطلابية. مول يقرض 24 مليون نقفة في إقليم شمال البحر الأحمر. هجوم مسلح يستهدف مكتب قائد الشرطة في كراتشي. كوريا الشمالية بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا. مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا. مرحبا بكم. أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساء أمس السبت الجزء الثاني من المقابلة التي بدأها الأسبوع الماضي، وتطرق فيها عن العلاقات الإريترية الصومالية والكينية والإثيوبية وباقي دول منطقة القرن الأفريقي. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. وأجاب فخامة الرئيس أفورقي على السؤال الأول بأوضاع إثيوبيا الذي جاء مواصلة لتوضيح الأسبوع الماضي المتعلق بشعب تيغراي المتضرر من عنجهية وعربدة عصابة ويان، قائلا إن هذا الوضع الحالي هو نتاج تاريخ طويل. وأوضح أن النضال شعب تيغراي هو في الأساس كان لتحقيق العدالة والمساواة القومية، وقضية انفصال تيغراي التي رفعتها الويان في بداية النضال تم تصحيحها مع الوقت بالحوار الذي جرى، لكن ومع سقوط نظام الدرج فأن النهج الذي اتبعته قيادة ويان اتسق مع فلسفتها السياسية غير المتوازنة التي كانت في سبعينيات القرن الماضي، وانتهجت سياسة تهميش الآخرين ملقية عرض الحائط بالمساواة القومية، وذلك رغم ادعائها التهميش من قبل، مما أدى لاندلاع المقاومة الشعبية والتسبب في سقوطها. وذكر أن الويان وبعد سقوطها من السلطة وبدلا من تصحيح أسباب السقوط اختارت الهروب إلى الأمام ومواصلة العنجهية والعربدة، وقال إن شعب تيغراي ليس له إشكالية عداء مع الشعب الإريتري والشعوب الإثيوبية الأخرى، وأن هذه العربدة ليست خيار شعب تيغراي، وإنما هي أجندة خارجية لتعكير السلام الذي حدث بين إريتريا وإثيوبيا، وأن شعب تيغراي أصبح عرضة لها. وذكر بالمؤتمر الذي نظم عام 1992 والخطة الموضوعة لإقامة حكومة فدرالية باسم الإهودج والهيمنة عليها، وكذلك التشريع الحكومي الذي وضعه حزب ميليليت عام 1994، وشدد بأن العربدات الحربية الثلاث المتتالية الماضية للويان يجب أن تكون عبرة لشعوب المنطقة عامة وشعب تيغراي خاصة. وحول العلاقات الإريترية الصومالية أوضح فخامة الرئيس إسياس أفورقي الخلفية التاريخية لهذه العلاقة، وقال في الوقت الذي حققت فيه إريتريا استقلالها وانتهاء الحرب الباردة وفراغ السلطة الذي حدث في الصومال بعد سقوط النظام سيد بري، قد فتح الفرصة للتدخل الدولي والإقليمي الواسع، وانتقل التأزم المجتمعي إلى القبلية والعشائرية، مما جعل الصومال دولة منهارة، مشيرا إلى أن إعادة الصومال إلى الدولة التي كانت عليه يحتاج في البداية إلى مؤسسات سيادية، وخاصة إلى بناء جيش وطني يعمل لشعب الصومال ووحدة الصومال. ولهذا فأن إريتريا اتخذت مبادرة المساهمة حسب المستطاع في ذلك. ومع ذلك فأن التدخلات الخارجية مستمرة للحيلولة دون استقرار الصومال، ويجب على جميع الدول التعاون في العمل من أجل وحدة واستقرار الصومال لدوره الكبير على استقرار المنطقة. وفق ذلك فأن المسؤولية الأكبر هي لشعب وحكومة الصومال. وردا على السؤال الموجه إليه بخصوص العلاقة الإريترية الكينية قال فخامته لم تكن الأوضاع الكينية في السابق ملائمة للعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي،
لكن ومع مجيء الرئيس ويليام روتو إلى السلطة شهدت الساحة خلق بيئة صلبة تسهم في إعادة الفرص المهدرة نتيجة للتدخلات والعراقيل الخارجية، موضحا بأنه لا توجد أي مشكلة لدى إرتريا للعودة إلى منظمة الإيجاد في حال عملت المنظمة على أساس الشراكة الإقليمية والفهم العام، وأيضا من أجل الوحدة والتعاون الإقليمي. وقال إنهم توصلوا إلى تفاهم لتحمل الحكومة الكينية المسؤولية من أجل إعادة المنظمة الإقليمية إلى المسار الصحيح. وقال فخامته إن إرتريا ترى بأنه يجب على دول حوض النيل والبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي ودول الخليج العربي العمل بالتعاون والتكامل كدول تعيش في محيط واحد، موضحا بأن المنافسة التي كانت إبان الحرب الباردة وسياسات الهيمنة والخطط المرسومة لخلق القطب الأوحد الذي أعقبت بعد انتهاء الحرب الباردة بتهميش بعض الدول ومرابطة القوات الأجنبية في دول الشرق الأوسط أدت إلى عرقلة العمل المشترك والتفاهم العام بين دول الجوار. وذكر في الوقت الحالي وبالنظر إلى التغير العالمي وفشل استراتيجية التهميش يدفع دول الخليج لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية والنظر للخيارات الأخرى وتوسيع علاقاتها. وقال فخامته إنه ومع الأفكار الجديدة تتجه علاقات هذه الدول نحو الأفضل سواء فيما بينها أو مع دول الجوار الأخرى. وننتقل إلى أخبار أخرى، حيث نظمت في 17 و18 من فبراير في الأقليم الأوسط دورة التغذية العلاجية بالتنسيق بين فرعي الصحة والتعليم في الأقليم، تركزت حول برامج التغذية العلاجية معتمدة على أسس أكاديمية. وكان الهدف من الدورة المقدمة ل 140 معلما من وكلاء الصحة تحسين نتائج الطلاب المتدنية بالحفاظ على صحتهم وتخفيض نسب التقيب والمقاطعة وإحداث تغيير في سلوك الطلاب. وقال مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الطلابية في فرع التعليم الأستاذ ستيفانوس جبرهيوت في مراسم الختام إن البرنامج بدأ منذ عام 2004 ذاكرا فوائد التغذية العلاجية بينة وواضحة، مناشدا الدارسين على ضرورة العمل من أجل المحافظة وتحسين صحة الطلاب ومساهمة المدارس بدور فعال في متابعة صحة الطلاب. ويتم التعرف على مشاكل الطلاب الصحية المتمثلة في أمراض الأذن والعيون والأسنان والأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض عبر ممثلي الصحة من المعلمين، ومن ثم إرسالهم إلى المؤسسات الصحية للحصول على خدمات صحية لازمة بإبلاغ آبائهم. وتوضح مستندات فرع التعليم في الأوسط بأن الفرع أجري عام 2022 فحوصات صحية ل 139 ألف طالب على مستوى الإقليم. أعلن برنامج الادخار والقروض المسقرة مول في إقليم شمال البحر الأحمر في التقييم الذي أجراه في 16 من فبراير عن تقديم قروض بأكثر من 24 مليون نقفة. وأوضح مسؤول البرنامج في الأقليم السيد عبد إبراهيم أن الهدف هو تقديم فرص القروض للمواطنين في الأماكن البعيدة لتحسين حياتهم المعيشية. وذكر إعادة تنشيط البنوك الريفية في منطقتي إمهميمة وفي شيمرارة وفتح بنك ريفي في دهلك العام الماضي. وقال مدير برنامج الادخار والقروض المسقرة بالإنابة السيد تافلا أسمروم إن البرنامج يسهم بدور كبير لتحسين حياة المواطنين. وأشاد الاجتماع بالفرص التي فتحها مول. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الأقليم السيد أمينة كتما في ختام الاجتماع أن أهمية مول تزداد مع الوقت، مؤكدا على تعاون إدارة الأقليم مع البرنامج. خرجت مدرسة أسمر الابتدائية والمتوسطة للصم الكائنة في مديرية أخرياء الأقليم الأوسط في 18 من فبراير 30 دارسا من طلابها الحاصلين على دورة تدريبية حول النسيج والحياكة. وقال مدير المدرسة الأستاذ تسفلدة برهاني إن الدورات المهنية المقدمة إلى جانب التعليم الأكاديمي تساعد في تمكين الصم وجعلهم مواطنين منتجين. وأوضح رئيس لجنة الآباء السيد تعجز تسفاي أن الدورة تخلق الارتياح لدى الآباء أيضا، مناشدا استمراريتها.
وشهدت المناسبة عروض لمنتجات النسيج والحياكة أعدها الدارسين. دعا الملازم قرماي فسهاتين قائد المركز الأول في شرطة الإقليم الأوسط الطلاب للتركيز على تعليمهم الأكاديمي والحد من مخاطر الإدمان، وذلك في السيمينار القانوني التوعوي الذي عقده لطلاب مدرسة بهراء الثانوية ومدرسة الأمل الابتدائية والمتوسطة في 17 من فبراير الجاري، وأشار إلى أهمية دور المجتمع ووعي الطلاب لإنجاز جهود الشرطة الجارية لإرساء السلم والأمن بمكافحة الجرائم والمخالفات. وقال مسؤول مكافحة الجريمة سيد فطوم كحساي إن المركز سجل في الفترة ما بين شهري سبتمبر وديسمبر لعام 2022 43 جريمة و296 مخالفة، موضحا نقل ملفات 15 تاجرا استعملوا شيكات دون تأكد من حساباتهم البنكية إلى المحكمة لإصدار الحكم القانوني عليهم. ونشد المسؤولون في ختام السيمينار الطلاب لاستخدام الطرق جيدا، فضلا عن الحد من عملية الردف على الدراجات الهوائية من أجل سلامة أنفسهم من حوادث المرور. تألق وتوهج آخر الدراجين الإريتريين في المحافل الدولية لمنشط ألعاب الدراجات الهوائية بدخول 3 دراجين نادي العشر الأوائل بالمرحلة الأولى من طواف رواندا الدولي التي جرت اليوم. حامل لقب البطولة الإفريقية للعبة دراجة منتخبنا الوطني الأول لعامي 2022 و2023 على التوالي والمحترف ضمن صفوف نادي بارديني الإيطالي، حقق المركز الثالث، فيما جاء يوئيل هابتاب في المركز الخامس وأخليلو الرفيني في المركز العاشر، تابعا في سباق السرعة القصوى النهائية للمرحلة التي قطع فيها الدراجين مسافة 115.6 كيلومتر. دراج سودا الكيكا أستيب البريطاني فيرون أتين توج بمركزه الأول، متقدما على دراج توتال إنرجي جينيرو إيميليانو صاحب المركز الثاني في المرحلة التي أكمل فيها 93 درجة. المرحلة بسرعة متوسطة بلغت 41 كيلومترا فاصل 8 في الساعة الواحدة. وفي ضوء نتائج المرحلة الأولى من طواف رواندا الدولي، يتربع الدراج يوئيل هابتاب على المركز الثاني في منافسات الدراجين دون 23 عاما، وسيخوض المرحلة الثانية من المنافسات مرتدي القميص الأبيض الفخري في هذه الفئة، بعد أن سبق له أن توج بلقب بطولة أفريقيا لفئة الناشئين بالعام المنصرم بشرم الشيخ المصرية. حامل لقب البطولة الإفريقية في نسختين متتاليتين هينوك مولوبرهان، وبما أظهره من أداء وتألق كبيرين بمرحلة الأولى، نال لقب أفضل دراج أفريقي للمرحلة لينال القميص الفخري الأزرق. ويمثل 5 دراجين منتخبنا الوطني الأول في طواف رواندا للدولي لعام 2023 إلى جانب مشاركة هينوك مولوبرهان، متكل إيوب، داويت يماني ونهم زرآي، مع عدد من الأندية الأوروبية المحترفة في هذا الطواف الذي يصنف في مستوى 2.1 في تصنيف الاتحاد الدولي لألعاب الدراجات الهوائية. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. رجاء يبقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، أكد متحدث باسم حكومة ولاية السند جنوب باكستان أن قوات الأمن استعادت السيطرة على مقر للشرطة في مدينة كراتشي بعد أن قتلت 3 مسلحين في حين تبنت الهجوم حركة طالبان باكستان. وقال المتحدث مرتضي وهاب صديقي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهجوم أسفر عن مقتل المهاجمين 3 وشرطيين 2 وعنصر من القوات شبه العسكرية وعامل صيانة. وتبادلت الشرطة إطلاق النار مع المهاجمين لعدة ساعات، ووقعت انفجارات عدة. وكانت وسائل إعلام محلية باكستانية قالت إن مسلحين هاجموا مكتب رئيس الشرطة في كراتشي عاصمة إقليم السند. وأوضح التلفزيون الباكستاني أن وحدة أمنية خاصة استدعيت إلى المنطقة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم.
وقد تبنى العملية المتحدث باسم حركة طالبان باكستان، وقال إن انتحاريين هاجموا مقر شرطة كراتشي. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية قبيل مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مقررة الأسبوع المقبل في واشنطن. وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نحو بحر الشرق في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف أيضا ببحر اليابان. بدورها أكدت طوكيو إطلاق الصاروخ، وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن بيونغ يانغ أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من التجارب على أسلحتها. عملية الإطلاق هي الأولى منذ الأول من يناير، وتأتي بعد أيام قليلة على إعلان سيول عن تدريبات نظرية مقررة الأسبوع المقبل في واشنطن سيبحث خلالها الحليفان في كيفية التصدي لأي استخدام من جانب بيونغ يانغ للسلاح النووي. قتل عشرات المدنيين في ريف حمص الشرقي وسط سوريا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وفيما تحدث المرصد عن سقوط 36 مواطنا من أبناء منطقة السخنة أثناء جمعهم الكماء في منطقة الضبيان بريف السخنة الجنوبي في بادية حمص. قال التلفزيون السوري إن 53 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم. وكثف التنظيم الإرهابي في الشهر الأخير هجماته الدامية على الرغم من خسارته معاقله في سوريا والضربات التي تعرض لها من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة. وقد خطف 19 شخص على الأقل في أبريل 2019 معظمهم مدنيون في محافظة بوسط سوريا فيما كان يجمعون الكمات. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. الرئيس إسياس أفورقي يجري الجزء الثاني من المقابلة مع وسائل الإعلام. تنظيم دورة الغذاء العلاجية ل 140 معلما من وكلاء الصحة الطلابية. مول يقرض 24 مليون نقفة في إقليم شمال البحر الأحمر. هجوم مسلح يستهدف مكتب قائد الشرطة في كراتشي. كوريا الشمالية بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا. مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.